حياكم الله أحبتي. هذا الفيديو هواي يتضمن أشياء وهواي بيه رسائل. لذلك احنا اليوم نشوف كثير اللي هم يدرسون وهذه فالبعض كل وسائل الراحة موجودة عنده وهو يعوف الدراسة أو ما يقرأ لكن هذا اليوم الشخص طفل بعد صغير لكن هو مو طفل كبير بعقله، كما قال الإمام علي عليه السلام الإنسان ينقاس من عقله مو بعمره. فلذلك اليوم هذا يكون الشخص احنا كشباب البعض اللي كلهم جاي يدرسون اللي هم بالعمل هم كذلك شلون يجمعون بين العمل ودراستهم. فأنا والله أنا مني واحد أنا أول واحد أقتدي به حقيقة. استذكرت رواية عن النبي عيسى عليه السلام، الحواريون لما اجوا قالوا له يا نبي الله هل اكو احسن من عندنا؟ قال لهم بلى اكو احسن من عندكم. قالوا له كيف؟ يعني ما احنا وياك ويا نبي الله يعني. قال لهم اي اكو اللي احسن من عندكم. قالوا له شلون اكو احسن من عندنا؟ قال لهم الاحسن من عندكم اللي هو يكب بيده وياكل من عرق جبينه، انتم تنزل عليكم مائده من السماء. اي فهذا اللي احسن من عندكم. هسه وين ربطنا على هذا صاحب الدراسة اللي يدرس هو يشتغل ويدرس، هذا هواي احسن من اشخاص اللي هم متكاسلين من الدراسة واللي هم يعرفون الدراسة واللي هم ما عندهم خلق. خلينا ناخذ هذا الفيديو انا وانتم عبر عنه. دمتم في رعاية الله وحفظه.